الزمالك يستقر على بديل عبد الله السعيد أمام فاركو. يسعى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى حسم بديل اللاعب عبد الله السعيد لاعب الفريق خلال مباراة فاركو القادمة في الدوري في الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري. وعانى عبد الله السعيد مؤخرا من إصابة عبارة عن آلام في الظهر وعضلة السمانة خلال مباراة بيراميدز الماضية. مصدر من داخل نادي الزمالك أشار إلى أن الجهاز الفني للفريق الأبيض يرفض المجازفة باللاعب عبد الله السعيد خلال مباراة فاركو. بينهم أشرف داري جاهزية ثلاثي الأهلي لمباراة القمة. كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق جاهزية ثلاثي الأهلي المتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة القمة القادمة أمام نادي الزمالك. وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خاص: ثلاثي وسام أبو علي وأشرف داري وطاهر محمد طاهر سيكون جاهز للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة القمة القادمة أمام نادي الزمالك. الغندور: مصير جروس مع الزمالك معلق بمباراة القمة. في حال استمرار النتائج السلبية داخل الفريق خلال الفترة المقبلة سيكون هناك موقف ضد جروس. الفيصل بين الإدارة وجروس في المباريات القادمة، ونتيجة مباراة القمة يوم 22 القادم ستكون حاسمة بشكل كبير. والاسم المرشح هو البرازيلي ميكالي. الإعلامي خالد الغندور عاجل بعد قيده رسميا مع الأهلي. معلول يفجر مفاجأة بشأن عودته للملاعب. فجر الدولي التونسي علي معلول مفاجأة بشأن عودته للملاعب خلال الفترة المقبلة. وقال معلول في تصريحات عبر برنامج حارس الأهلي على قناة النادي الأهلي: في يوم مميز، وبالنسبة لي ماتش الجونة لن أنساه، والجماهير اللي عملته في المدرج لن أنساه. كان يوم مميز بالنسبة لي، حتى لما روحت البيت لم أكن مصدق الفرحة اللي في عيون الناس والهتافات اللي كانت في المدرجات. اللحظات دي تخلي الواحد يكون فخور بالنادي الأهلي طول عمره. مفاجأة: بيع جوهرة الأهلي رسميا بهذا المبلغ. انتقل مصطفى أبو الخير لاعب وسط فريق النادي الأهلي إلى نادي المصري البورسعيدي لمدة 3 سنوات ونصف، وحصل النادي الأهلي على 3 ملايين جنيه نظير رحيل مصطفى أبو الخير إلى المصري البورسعيدي. التوقيع مجانا، صفقة أهلوية تشعل صراعا بين الزمالك وبيراميدز. أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين وجود صراعا بين الزمالك وبيراميدز حول التعاقد مع حمزة علاء حارس مرمى النادي الأهلي. وكتب عمر ربيع ياسين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الزمالك يزاحم بيراميدز في التعاقد مع حمزة علاء في صفقة انتقال حر من النادي الأهلي بداية من الموسم القادم. رد فعل صادم من الدردير على فسخ عقد مشلاك مع نادي الزمالك. وأكرم توفيق يستفسر من كولر عن أسباب غيابه عن تشكيل النادي الأهلي.